سلام. عمليات حصر كرة تمت بنجاح كبير، والتسديدة بالرجل اليسرى. جول. مرر الكرة إلى زميله غونزالو كاستيخون، كان وجها لوجه مع الحارس يوسف بن سلام، وفي المرمى جول 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 جولاسو جولاسو. شاهدوا هنا تمريرة من الحارس يوسف في المرمى. جول سلام. لاعب ادريان ريفيرا، مرر الكرة إلى زميله، هنا خطأ وفي المرمى. جول جول لمصلحة المنتخب الوطني المغربي. حاول اسبانيا، كان التصويب، كرة من جديد مغربية وكرة إلى خارج أرضية الملعب. الدقيقتان الأخيرتان وثانيتين، اسبانيا متعادله مع المغرب ب3-3. اداء جيد لاسبانيا بالمقارنه مع المباراه الاولى التي كانت فيها الخساره اسبانيا ب4-2. كره تصل الى ميغيل انخيل كانو كره الى الخلف، كره اسبانيه. نوفوا الى كانو حول التصويب. كانو لا تتركه يسدد، وتدخل ممتاز فيه بساله كبيره، أي شجاعة كبيرة من الحارس يوسف بن سلام. لولا التصدي الممتاز ليوسف بن سلام لوقعت إسبانيا هدف الرابع في هذا اللقاء. تصدي ممتاز من يوسف بن سلام، له رؤية صائبة، يعني هو يتابع الكرة أين تتجه، فلذلك ترى عزيزي المشاهد أن تصديات للحارس المغربي جيدة ورائعة في هذا اللقاء. حتى الحارس ديداك برانا قدم مباراة كبيرة وجيدة. هنا الركنية تنفذ، التسديدة لحسن الحظ تذهب بعيدة، وهنا وقت مستقطع. تايم اوت على بعد دقيقة و39 ثانية على نهاية أحداث المباراة. تعادل 3-3. رجل تكتيك المدرب الناخب وطني المغربي هشام دقيق، واحد من المدربين الجيدين العرب والأفارقة والمغاربة كذلك، يعني اختير كأفضل مدرب في أفريقيا وفي العالم العربي، ومن بين أفضل مدرب العالم